كونيتشوا ميناسان، اهلا بيكم جميعا. معانا فيديو جديد النهارده بيعرفكم على خاصيه مهمه جدا، وانك ممكن تشتغل من مجال الفيديوب وتجيب منه فلوس. يمكن الحاجه دي ما كنتوش تعرفوها، بس مجال الفيديوب مش بيقتصر على انك تعمل محتوى على اليوتيوب او تطلع ستريمينج في الالعاب بس، ولكن ممكن تبقى شغلانه زي ايه مثلا. عندنا النهاردة لو دخلت على موقع بوس اللي هو اللي احنا معتادين عليه، اللي هو الخاص بالألعاب، اللي هو لما اجي اجيب سكنات مثلا او اجيب شكل الكاركتر بتاعي اللي هو المجاني، او احمل من عليه برنامج في ماشينج ميرور. كل الحاجات دي كلها كانت من على برنامج بوس. طيب، المميز في برنامج بوس كمان انك ممكن تعمل اونلاين شوب خاص بيك اهو. build your online اونلاين شوب. بتيجي لما تدخل على موقع بوس هتضغط على كريت شوب اللي موجودة فوق ده. في 10 دقايق بالظبط هيكون عندك المتجر بتاعك. طب المتجر بتاعي دي هرفع عليه ايه؟ اقدر باستخدام برنامج فيرويد. عارفين فيرويد اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي احنا نعمل بيه الكاركتر عادي. اقدر اعمل شخصيات لا حصر لها وارفعها على برنامج بوس واعرضها بسعر رخيص. فبالتالي انا هبدأ ان انا اتشهر لما الناس تلاقي الكاركتر بتاعتي كويسة وشكلها جميل وحلوة، فبالتالي في ناس بتشتريها. في ناس برضو ما عندهاش امكانية ان هي تتعلم تستخدم برنامج فيرويد، الجهاز بتاعها ضعيف، فبتشتري من بره والسعر بيكون بالين الياباني. فتقدر انك تستغل حاجة زي دي. شوف كمية الشخصيات اللي تقدر انك تعملها بالنسبة له. او مثلا بتعرف ترسم مثلا، فلنفترض انك بتعرف ترسم، بتعمل الكاركتر بتاعتك انت اللي بتأسسها من البداية. فدي تقدر شغلانة ترفع عليه. فاول حاجة انت بتعمل الستور بتاعك بكل بساطة. عايز تبدأه سيل اون بوست. هنبدأ ان احنا نسجل على بوست عشان يبقى عندنا متجر الكتروني نقدر ان احنا نرفع عليه. اول حاجة لازم تسجل بالايميل بتاعك اللي موجود في بوست اللي انت معتاد عليه، او الايميل اللي عايز يكون المتجر بتاعك بيه. وبعديها هتمشي في اجراءات بقى، اسم المتجر بتاعك والصورة بتاعته والباك جراوند بتاعته، وهيقولك يلا اهلا بيك مع اول حاجة تبدأ ترفعها عشان تبيعها عن المتجر بتاعك. يفضل انك تعمل كاركتر تكون بسيطة وسيمبل وتكون رخيصة كبداية، وتشوف الدنيا هتمشي معاك ازاي. وكمان هيكون مطلوب منك انك توفر وسيلة دفع. يعني لو حد اشترى حاجة على بوس وعلى الستور بتاعك، فبالتالي الفلوس هتوصلك ازاي او هتجيلك ازاي؟ فلازم يكون عندك فيزا دولارية او بتستقبل من بره. فدي حاجات برضو محتاج انك تفكر فيها. ولكن انا هنا حبيت اقولك او حبيت اوجهك ان في طريقة تانية ممكن تجيب منها فلوس، مش بس انك شغل اليوتيوب والستريمينج وكده. وبصراحة دي حاجة كويسة. انت لما تتعلم برنامج فيرويد حقيقي، انت لما تفتحه بس هتحس ان جالك كمية افكار من كتر السكنات والحاجات اللي قدامك دي. ممكن تعمل بيها افكار. لو انت بتعرف ترسم، لو انت بتعرف تحاكي حاجات كتيرة، تقدر انك تعمل عدد لا نهائي من الشخصيات، وتقدر انك تبيعها او انك تتعامل معاها. ولكن ممكن تواجهك مشكلة واحدة بالنسبة للشخصيات، هو الملابس بتاعتها، لأن الملابس بتاعتها بتبقى متوفرة من برنامج فيرويد للاستخدام الشخصي بس، لكن مش للاستخدام التجاري. فممكن انت بقى بمهارتك بقى انك تبدأ انك تتعلم حوار انك تجيب ملابس للشخصية، وازاي انك ترسمها، وازاي انك تتعامل معاها وكده. ده شغل مشروع يعني، بمعنى اصح خاص بالسكنات والحاجات الخاصة ببرنامج الفيديو. يبقى انت مش شرط انك تعمل كمحتوى فيديوب انك بس يعني تتعلم الشغل ده، لا، انت تجيب منه شغل بعد كده في المستقبل. تمام. اتمنى يكون الفيديو ده افادكم لو بحاجه بسيطه للتوجيه، ان برنامج فيتيوب او برنامج بوست او موقع بوست ده انت ممكن تجيب منه حاجات كتيره. كل الناس اللي نشر السكنات دي كلها هي اللي رسماها او هي اللي عاملاها، مستخدمه بقى برامج كتيره. كل دول بيبيعوا كل واحد عارض سعر. شوفوا الاسعار، الاسعار غاليه جدا. في ناس اللي بتعرض باسعار رخيصه، وفي ناس بتعرض باسعار غاليه جدا جدا. يعني شايفين 4500 ين؟ شوفوا اللي عارض ده ب 100 ين. ده هتلاقي عليه شغل كتير. شايفين كام واحد احببه؟ 5000 وشوية. دول الناس اللي اشترت منه. شايفين ده مثلا اشترى منه 7000 وشوية. فبيبقى سمعة وفي نفس الوقت ايه، انت بتحاول انك تلاقي اقبال. لو انت عندك موهبة الرسم بالذات هتكسب منها فلوس كتير قوي من خلال الافاتارات بتاعة ال 3 دي ده، او حتى لو بترسم 2 دي. المهم انك تدخلها على برنامج محاكاة يقدر ان هو يحولها لك لشخصية قابلة للتحرك زي ما ميكو تشان ظهر قدامكم حاليا. هنخوض في الحاجات دي تدريجيا، ولكن انا حبيت اقول لكم الاكتشاف اللي انا اكتشفته الخاص ببرنامج بوست، لان انا ما كنتش اعرف. اول ما شفت كلمة كريت شوب دي قلت على طول بقى لا، احنا نبدأ نشتغل بقى ونأسس نفسنا في المتجر بتاعه عشان يبقى فيه مصدر دخل في المستقبل. انا بعرف ارسم، فبالتالي دي حاجة هتكون كويسة شوية، وهنناقش معاكم حاجات زي دي تدريجيا.
またねさよなら